السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض شوربة الكمونية او كمونية الماعز. هنعملها بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها تحفة. يلا تابعوا معايا الفيديو، بإذن الله وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا الوصفة النهاردة بإذن الله، معايا هنا كوارع ماعز، معايا كمان لحمة راس ماعز، معايا كرشة ماعز طبعا مغسولين ومتنضفين كويس قوي. هاجي بقى في حلة سخنة على النار، هننزل بربع كوباية من الزيت، هننزل كمان بمعلقة كبيرة من السمنة، واول ما يسخنوا معايا على النار هننزل بقى ببصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعة. هنبدأ ان احنا نشوح البصل لحد ما يدبل معانا. بعد ما يدبل البصل بالشكل ده هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، نحمرهم مع بعض كويس لحد ما ياخدوا معايا اللون الذهبي. بعد ما البصل والثوم اتحمروا معايا هنزل بكوبايتين كبار من عصير الطماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه كويس. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، هنزل بمعلقه كبيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، نص معلقه صغيره من الكمون المطحون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه المطحونه، ورشه من الحبهان المطحون، وخمس ورقات لورا، واربع فصوص من الثوم الصحيح. هنزل كمان بمكعب من مرقه الدجاج، نص واحدة من الفلفل الحلو الفلفل الأخضر الرومي، وهننزل كمان بنص واحدة من الفلفل الحار، بيدي ريحة وطعم حلو أوي لشوربة النهاردة. نسيبها بقى تتسبك بالشكل ده. بعد كده بنزود الحلة مية لحد نصها كده أو 3/4، وأول ما تبدأ تغلي معايا هنزل أول حاجة بالكوارع عشان هتاخد معايا تسوية أكتر من لحمة الراس من الكرشة. هنسيبها تستوي أو تاخد نص سوا حوالي ساعة كده معايا. بعد كده هننزل بقى بالكرشة ولحمة الراس زي ما هنشوف كمان شوية. كده المية غلت معايا، هنزل بقى بالكوارع وهنسيبها تاخد نص سوا حوالي ساعة معايا زي ما احنا شايفين كده. ده بعد ساعة هننزل بقى بلحمة الراس وهننزل بالكرشة وهنسيبها تستوي لمدة ساعة كمان مع الكوارع. نزود بس الحلة مية عشان تاخد السوا كويس. نكمل الحلة بالمية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونسيبها بقى كمان ساعة تستوي كده على مهلها. وطبعا هنختبر التسوية بالشوكة معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وده شكلها النهائي بعد ما خلصت. نديها بقى رشة من الكمون وبتكون جاهزة معايا. وكده خلصت وصفتنا النهاردة. بتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك وتشرفوني باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.